انت دمرتنا يا يامال، انت دمرتنا يا يامال، خليت المدريد يشمتوا فينا. جيرونا لك، جيرونا يبلعنا، لك جيرونا، لك جيرونا، لك جيرونا، لك الصدارة طارب، لك اتلتيكو مدريد بعد لنا 4 ايام، لك هاد برشلونة. يعني انا لسه لهلا ما فهمت ليش بدهم يلعبونا بدوري اجباري عننا بدوري قذر محسوم لريال مدريد، ولك كل لعبه بينظلم فيها برشلونه وكل لعبه بيستفاد ريال مدريد من التحكيم. جول جيرونا الثاني هرس له رجله، هرس لكوندي، ضربه جزاء لدي يونغ ما عطاه اياها، ولك لايمت ارشيف فار بيقول لك قرار كارثي وان الهدف ما كانش ينفع يتحسب وكده. يا راجل بجد ما كانش ينفع يتحسب؟ يعني كلنا شايفين ان هي ما تنفعش ما عدا واحد بس اسمه هرنانديز، ودايما يبقى هو اللي موجود لما برشلونه يبقى في مدعره تحكيميه. سبحان الله. بس حاجه غريبه ان احنا ما نشوفش الفضائح التحكيميه دي في ريال مدريد، يعني سبحان الله، ده نجريره جدا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. إعلان إخواننا المهتم اللي بده معلم قطايف يا سيدي العزيز بخبرة ومن دون خبرة لرمضان أنا جاهز، لأن أنا هاي كرة القدم يا سيدي العزيز طلعت مسرحية بنت عايبة، بنت نايمة يا معلم، سيرك يا سيدي العزيز، واحنا يا معلم بنحضر زي الدواب. انكشفت الامور يا معلم. يعني عينك في البث المباشر، واللي بيحكي غير هيك بدي اقطعك بكريك. احترموا رمضان يا منافقين يا كذابين، اللي شفناه فضيحه. اذا ما انا بقول لكم من اول الموسم دوري يا معلم يا سيدي العزيز هذا ما في التيمت اديشن، دوري ما في التيمت اديشن يا سيدي العزيز. خلوا يا معلم العهر التحكيمي والعهر الكروي يتصدر من اول الموسم، واحنا يا معلم عارفين والناس يا سيدي العزيز بتكذب. الناس يا معلم اللي قلوبها زي نحاس. يا اخي احنا سيئين. الجول الثاني لا بار ولا دمار، هذا الحكم هذا ابن القطايف، ابن التمر عندي، ابن الهندي، ابن الكبسة والمندي. يعني هذا كل ما يعلق، كل ما يزيد العزيز يجي على برشلونة تحس يا معلم زي يتمان جاي يا معلم يا سيدي العزيز يا معلم ايش يا معلم يكرفت برشلونة يا معلم وخليها تتعشر خاوة. فخلص قرفنا اقسم بالله قرفنا. تبا لهيك كرة، تبا لهيك دوري من افشل الدوريات اللي نشاهدها في حياتنا. لا تحكيم، لا دوري يا سيدي العزيز يا معلم برعاية عصابات هايتي. اقسم بالله لازم جو حطاب يجي زلمه يعمل حلقه على دوري العرصات هذا يا معلم. ودفاع برشلونه يعني مش دفاع البرشا، دفاع العرصه. ولكن يا سيدي العزيز خلص، لو في ظلم يا معلم في العالم مشجعين برشلونه كلهم من اولهم لاخريتهم يا سيدي العزيز، العرب والاجانب، مقاطعه الدوري الاسباني بعد اللي شفناه. بس خلص مسخره. اعطوهم الدوري لريال مدريد عادي اعطوهم. اقسم بالله فضيحه اللي صار بمباراه اليوم. يلا جمهور مدريد انتم ما عندكم حافظين كلمه، صياح اقترب بس. نصكوا صف رابع جيم وخامس جيم، نصكوا اطفال. تعالوا علقوا يلا صياح اقترب يلا. نصكوا اطفال. اقسم بالله والله ناديكم نادي تحكيم وعار، والله عار على اسبانيا. ربنا ما مصدق برشلونه خسرت في الدوري بجد، يعني ده حقيقي مش حين برشلونه بتخسر في الدوري عادي كده لحظه، يعني ده تصدر بجد مش مؤقت، يعني ده حقيقي، يعني انا ما بحلمش، ده بجد والله برشلونه فعلا خسرت بتخسر عادي زي باقي الفرق في الدوري. امال ايه يا غريبه ما بتخسروش من غير رافينيا؟ احنا نستحق الخساره. هو احنا لعبنا ولا قدمنا كوره؟ احنا خارج نطاق الخدمه، احنا مزنوقين في ال 18 طول الماتش، مش عارفين نطلع بالكوره. يا راجل ده احنا ما عندناش، اترحمنا من سكور تاريخي. النهارده لعيبه جيرونا كانت بتاخد الكوره من المرمى بتاعهم، من المرمى بتاعها، جرسه مش ملاحق برجله بايده بكل حاجه. يا راجل ده اقسم بالله فضيحه النهارده مهزله. مشروبي المفضل دموع البرشلون، حاجه تشرح القلب بجد. مفيش جمال بعد كده. ايه الجمال ده كله؟ ايه الحلاوه دي كلها؟ كل اللي ناقص في الموضوع انك تشغل عمرو دياب على اغنيه ايام حلوه الايام، لان مفيش احسن من كده. ايام وربنا اتلتيكو مدريد ودلوقتي جيرو. اربيلو يا مجنون بتعمل ايه؟ بايدي القاضيه في الحته الفاضيه. وكل سنه وانتم طيبين وربنا اجمل ايام. ده ايام مفترجه وايام جميل. جيب مشروبي تاني واشرب دموع البرشلوني تاني، لان الجمال ده حرفيا ما يتسكتش عليه. يا اخي حاجه تشرح القلب وربنا، حاجه تشرح القلب وربنا، حاجه جميله جدا. الصداره ملكيه بجداره، والرقم واحد لا اله الا بالريال. يا عم انا وحش، انا خرا، انا ما استحقش اكسب، بس اديني حقي وحد يديني سبب مقنع يخلي ان الكرة دي تتحسب جول. عايز اعرف يا جدعان بالله عليكم بقى، ايا كان بتشجع ايه او ملتك تبع فرقة ايه، ده ايه يا جدعان؟ بالله عليكم ده كوندي رجليه باظت. ازاي انا خسرت بسبب مائتين التحكيم؟ انت لازم ترجع، الفرقة من غيرك بايظة، مفيش منظومة لعب خالص، حرفيا الدنيا من غيرك في خط الوسط بايظه. انا تعبت معاكم، انتوا عايزين ايه؟ نتغلب من اتلتيكو النهارده جيرونا. هانز فليك يعمل ايه؟ ينزل هو يلعب ب 11 لاعب؟ حرام عليكم كرهتوه في الكوره. من اسوأ ماتشاتنا ده احنا اتمرمطنا في الكوره. احنا النهارده صفر كوره. اللي اتلحسنا من مخنا ايه يا جدع؟ ايه فين الكوره؟ فين التيكا تاكا؟ فين الزفت على دماغكم؟ احنا نخسر.
انا بس محتاج اعرف حاجه بس، يعني ربنا خلق للناس عقول، يعني ربنا خلق للناس عقول وميز الناس بالعقول والفهم والذكاء والعقل. هو دلوقتي لما اجي انا الاقي واحد مدريدي يعني بيشجع مدريد او بيحب مدريد او عاشق لريال مدريد او لاعق لرجول بيريز، انا ما عنديش مشكله، انت حر. لكن تيجي تقول اقسم بالله الكره دي مش فاول، تيجي تقسم بالمولى عز وجل بتهزله عرش 7 سماوات وتقول الكره دي مش فاول. يا نهار اسود، يا نهار اسود، هي دي مش فاول بالنسبه لك انت في قاموسك الكروي؟ هو انت بتتفرج من عيونك ولا بتتفرج من انا بس محتاج افهم، انا محتاج اعرف، محتاج ان انا اكون يعني الرؤيه واضحه لي كويس. انت بتتفرج على كوره من انهي عضو في جسدك؟ بتتفرج على كوره يا مدريدي من انهي عضو؟ يعني اي عضو، اي عضو يعني اللي احنا عارفينه والفطره بتاعتنا بتقول العيون. انت شايف ان الكوره دي مش فاول؟ يعني كوندي اللي راح يلعب جيرونا، يعني مش لاعب جيرونا اللي فالق رجلي كوندي نصين، انت مش شايف ان هي فاول؟ سوتو جرادو يا ابن مش فاول، دي مش فاول، دي مش فاول، ده مش تدخل خطر، ده مش تدخل دانجر بلاي، دي مش لعبه خطر، دي مش ممكن تقعده في البيت سنتين، دي ما تجيبلوش كسر وقطع في ما تفلقش رجله نصين، دي خالص ما مش فاول، دي مش فاول، دي مش فاول، دي مش فاول يا جماعه، يا جماعه انا دي مش فاول، دي مش فاول ازاي؟ يعني بأي منطق؟ اي قانون كرة قدم في التدخلات الخطرة، بأي منطق؟ بأي منطق دي مش فاول؟ دي مش فاول. يا عم ماشي. كل حد يرجع إلى مكانه الطبيعي. انزل انزل يا حبيبي وعود لمكانك الطبيعي، وريال مدريد يعود إلى صدارته المعتادة، الصدارة لها. شكرا لحسن تعاونكم معنا اليوم، شكرا، ووسعتوا الفارق إلى 2 نقطة. حرام والله البرشلوني، حرام، يعني ضربة موجعة وإذلال كروي أمام أتلتيكو برباعية. الآن جيرونا يضربهم بثنائية وينزلهم. يا صغير اسبانيا وضيعها، اخس عليكم وانتم قادرين تمسكوا صدارتكم الين ما نقابلكم في الكلاسيكو ونشيلها طرق ودق خشوم. والله انتوا فريق ضعيف ووضيع جدا. كبير كتالونيا جيرونا اليوم يجلد صغيرها ووضيعها برشلونة. والله شكرا، اقسم بالله مرجله ولعب رجال، واحنا عارفين ان دحين بنسمع صياحهم التحكيم، والله التحكيم ضدنا. تحكيم مين يا رجل؟ جالدينك في الميدان، ما احنا شايفينك ولا شايفين فريقك، القم على عينك. برشلونة بيخسر من جيرونا 2-1 يا جدعان، عشان اول هدف يجيبه كوبارسي يا جدعان من اسيست كوندي يا جدعان. بص الرأسية وطلع بدماغه حرفيا كوبارسي في حتة تانية حرفيا في المدافعين. بعديها ب3 دقايق حرفيا جيرونا بيرجع يتعادل يا جدعان. ايه الماتش المجنون ده؟ وبعد كده يا جدعان جيرونا بيسجل الهدف الثاني يا جدعان في الدقيقة 88 وبينهي الماتش حرفيا. انا عايز اتكلم بس عن ضربة الجزاء اللي ضيعها لامين يامال دي. ضيعتها ازاي؟ حرام عليك، ابوس ايديك. بعد ما لامين يامال ضيع ضربة الجزاء فليك عمال يشرب ميه تحسه واكل ملوحه، ما تعرفش فيه ايه بجد. اللي تقول له شكرا هو جارسيا حارس برشلونه يا جدعان. بصوا كام تصدي يا جدعان بجد، بصوا التصديات اللي صدها في الماتش النهارده، كان الماتش هيبقى نتيجه عالميه اقسم بالله لجيرونا. وبعد كده ريال مدريد هو المتصدر الدوري يا جدعان بفرق 2 نقطة يا جدعان. اقسم بالله برشلونه وريال مدريد مولعين الدوري الاسباني حرف. اعمل لي متابعه ولايك بقى لاخوك حبيبي، وكل سنه وانتم طيبين. افتح تليفونك يلا، افتح تليفونك يا صايع عشان اقول لك ان ريال مدريد في الصداره من اول الموسم، وانت فالك دماغ ميتين بام الصداره بتاعتك. يا الصداره في مدريد يا رمه، بس يلا نام وانت ساكت. يلا اول مره ما صارش على الفاضي، نام وانت ساكت يا رمه. تقول لي بقى تحكيم بالليله، خوابير حكام الليجا، انا مرضي وعاجبني. كان الموضوع عاجبك فعادي، فلو مش عاجبك اخبط راسك في اوسخ حيطه، وبرضه انت في المركز الثاني. بالمناسبه الجميله دي يا اخواتي، ما تعمل يالا المتابعه، يالا في مناسبه احسن من كده عشان تعمل لي فيها متابعه. برشلونه يستحق يخسر، يستحق يخسر، بس هو برشلونه النهارده خسر بفجر تحكيمي. الجول اللي خسر برشلونه النهارده جول فضيحه تحكيميه، والجول ده مفيش حد هينساه بعد كده. الكوره فاول، الراجل دعس رجل كوندي والحكم مش هاين عليه حتى يرجع للفار. الحكم ما بيسمعش حد، هو بياخد القرار خلاص.
حكم سيء بشكل مش طبيعي، هو سبب من ضمن الاسباب اللي بوظ الماتش اصلا. وفي ضربه جزاء لبرشلونه في نهايه الماتش، وضربه الجزاء دي كانت لكوبارسي. ده الجزء اللي فريق برشلونه اتظلم فيه. غير كده فريق برشلونه يستحق الخساره، وهو تقريبا كده عنده تارجت كل ماتش ان هو لازم يلبس الهدف الاول عشان يلعب كويس. زائد ان الفريق كل ماتش لازم يسجل له كورتين 3 في العارضه. هانز فليك النهارده كان زي الزفت، ادارته للماتش كلها كانت غلط، حتى التغييرات برده كانت غلط. وسؤال واحد انا لحد دلوقتي مش فاهم، انت ليه طلعت رافينيا افضل لعيب كان بيحاول في برشلونه انت مطلعه، وسايب لي فيران توريس لحد الدقيقه 72؟ ليه ما تعرفش؟ ولامين يامال نفس الكلام، المفروض يطلع من بدري، ولازم يتعلم ان هو يطلع من حته الاستعراض اللي هو فيها دي. سبب من ضمن الاسباب الخساره كان هو برده النهارده. هقولها في كل فيديو، نص ملعب برشلونه من غير بدري اي فريق في العالم يقدر يركبه عادي. النهارده فريق جيرونا كان بيدور كوره على فريق برشلونه وكان بيلعب عليه كوره بسبب غياب بدري. تم التأكيد يا اخوان انه هدف جيرونا الثاني امام برشلونة هدف خاطئ، ومفروض فيه فاول ينحسب على لاعب جيرونا بسبب دهسه على قدم كوندي. غلطة سببت في خسارة برشلونة اليوم، لكن مو هذه الغلطة هي السبب الوحيد. لما يكون غارسيا هو نجم المباراة برغم انه دخل فيه هدفين، تعرف انه اليوم الوضع كارثي. لما يكون لامين يامال اكثر لاعب فقد الكرة في المباراة، تعرف انه الوضع كارثي. غير ركلة الجزاء اللي اهدرها، في مشكلة في الفريق. طبعا غياب بدري سبب كبير فيها، ولكن على فليك ايجاد الحلول. الان ريال مدريد اخذ الصدارة، الوضع في خطر. فليك لازم تنتبه. فولو لايك يا اخوان، السلام عليكم. طب ابعت اجيب سبيكر من ششتاوي عشان تسمعنا غريمي. ما تعيطش بقى، ما مبابي معلمك الحاجات دي، المفروض تبقى حافظ يعني. لا ما تسالنيش ازاي جيرونا كسبت برشلونه، اسال برشلونه. هانز فليك بقى يعني الحاجات دي بتاعته. حتى لو على ضربات الجزاء اللي بتجيلنا على طول، فاسال لامين يامال. ده طلعت حوار ضربات الجزاء ده صعب قوي، يجي لنا 14 15 ضربه جزاء بيجوا في الجون. غريب قوي ان ده ضربه جزاء اخيرا ما بتجيش يعني. ولا نطلع تصريح كوننا متصدرين في مدريد هذا يؤلمهم في برشلونه؟ انا ما اعرفش الصراحه. ولا نقول برضو يخسرون ثم يشتكون؟ ما هو انت عندك السي في مليان، فشوف بقى انت عايزني في الفيديو اقول لك انهي كوبليه من اللي بيتقالوا واقولهم لك. لا ما تعيطش بقى، ما تعيطش. شفتوا على اعصاب وكميه ضغوط في المباراه، ضيع ضربه جزاء، الغى هدف، وفي الاخير تخسروا. اعتقد ان برشلونه ما زال متاثر من صدمه اتلتيكو مدريد من الخساره الاخيره، ما زال مصدومين. واعتقد ان صدمه الخساره من اتلتيكو مدريد ستستمر لعده اسابيع. يا برشلونه ركزوا شوي انا افضلكم، معاكم جماهير بالملايين يستحقوا الفرحه، وأنتم بهذا الأداء يعني والله تستغرب. المهم قرحة الصدارة جو، ألف مبروك ريال مدريد، الصدارة حقهم وهم مرتاحين جالسين. إلى اللقاء. لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة مننا، والسلام.